تخيل انك تدخل حرب عشان تحارب عدوك وتنجح في معارك وتكسب ارض والناس تهتف باسمك، وبعد كده الرصاصة اللي تقتلك ما تجيش من العدو، تيجي من جيش بلدك. دي مش قصة خيالية، دي قصة البطل المصري أحمد عبد العزيز. لكن الأخطر من الرصاصة نفسها إن لحد النهاردة في روايتين لموته. رواية بتقول حادث مأساوي بسبب خطأ في التعرف على العربية، ورواية تانية بتقول لأ، الراجل اتقتل عمدا، وبعدها اتعملت رواية عشان تخفي الحقيقة. والنهاردة مش هنحكم من البداية، هنمشي ورا القصة خطوة خطوة، وفي الآخر هنفصل بالظبط ايه اللي التاريخ أثبته وايه اللي فضل مجرد اتهام ورواية متداولة. سنة 1948 مصر دخلت حرب فلسطين، وفي وسط الفوضى اللي كانت موجودة على الأرض ظهر اسم واحد بسرعة، أحمد عبد العزيز. ضابط مصري، لكن شخصيته ما كانش شخصية ضابط بيحب يقعد بعيد عن النار، كان بينزل الميدان ويقود ويتحرك وسط رجاله، والأهم إنه قدر يبني لنفسه مكانة كبيرة جدا بين المقاتلين والمتطوعين. شارك في عمليات ومعارك مهمة، وارتبط اسمه بنجاحات مصرية في أكتر من موقع، وكان عنده تصور واضح للحرب، إن المقاتل لازم يتحرك بحرية، وإن كثرة القيود والأوامر ممكن تقتل روح القتال. وهنا بدأت شخصيته تبقى أكبر من مجرد اسم في كشف ضباط. لكن لما القائد يبقى محبوب وقوي ومستقل، هل ده دايما بيكون ميزة؟ بعد سنوات هتظهر مجموعة من الضباط الشباب هتغير تاريخ مصر بالكامل، الضباط الأحرار، ومن بينهم جمال عبد الناصر وصلاح سالم وغيرهم. وبعد قيام ثورة يوليو هتتغير خريطة السلطة في مصر. لكن أحمد عبد العزيز كان مات قبل الثورة ب4 سنين تقريبا، وده مهم جدا، لأن أي اتهام إن الضباط الأحرار قتلوه عشان يمسكوا الحكم لازم يتحط في سياقه الزمني. الثورة لسه ما حصلتش أصلا، لكن ده ما منعش ظهور روايات بعد كده بتقول إن الخلافات بين بعض الضباط كانت أقدم من الثورة. وهنا تبدأ منطقة القصة الأكثر حساسية، لأن أحمد عبد العزيز ما كانش مجرد ضابط بيحارب، كان شخصية لها وزن واستقلال وشعبية. نروح بقى لليلة 22 أغسطس 1948. أحمد عبد العزيز كان في منطقة القدس، وكان في اجتماع ومهام مرتبطة بالوضع العسكري، وبعدها قرر يرجع ناحية المواقع المصرية. الرحلة كانت بالليل، والمنطقة مليانة حواجز ونقاط حراسة. الحرب وقتها مش مجرد مواجهة بين جيشين في خط واضح، أي عربية ممكن تكون عربية عدو، وأي حركة في الظلام ممكن تتحول لكارثة. وكانت في إجراءات أمنية، ومن ضمنها كلمة سر ليلية. وهنا خد بالك من التفصيلة دي، لأن كلمة السر دي هتبقى بعد كده واحدة من أهم مفاتيح الرواية كلها. أحمد عبد العزيز كان في عربية متجهة ناحية المواقع المصرية، وكان معاه حسب الروايات المتداولة والمصادر اللي تناولت الواقعة صلاح سالم مع آخرين. العربية قربت من موقع للقوات المصرية، وفجأة رصاصة، وبعدها رصاصة تانية، وفي ثواني القائد اللي نجا من معارك كتير اتصاب إصابة قاتلة. وهنا في سؤال بسيط جدا، ازاي حارس مصري يقتل واحد من أشهر قادة الجيش المصري؟ الرواية الرسمية أو الأقرب للرواية الرسمية عند عرض الواقع بتقول الحارس اشتبه في العربية، معرفش مين جواها، وحصل إطلاق نار، يعني حادث مأساوي مش اغتيال. لكن استنى، لأن في تفصيلة تانية بتغير شكل القصة. بعض الروايات قالت إن المشكلة كانت في كلمة السر. الحارس كان منتظر كلمة معينة، والعربية ما تعرفتش فورا باعتبارها عربية صديقة، وبالتالي صدر أمر بإيقافها، وبعدها حصل إطلاق النار. وده تفسير منطقي جدا في ظروف حرب ليلية. لكن روايات تانية بتقول إن القصة دي نفسها كانت جزء من التفسير اللي اتقدم بعد الحادث. يعني بدل ما نسأل مين قتل أحمد عبد العزيز، الرواية البديلة بتسأل هل جرى أصلا اختلاق قصة الحارس وكلمة السر لتفسير الرصاصة؟
وهنا لازم نكون واضحين جدا، مفيش قدامنا وثيقة قاطعة تثبت ان قصة كلمة السر كانت ملفقة، لكن في نفس الوقت اختلاف الروايات حول تفاصيل الحادث هو اللي خلى باب الشك يفضل مفتوح. هنا تظهر رواية أكثر خطورة، رواية بتقول إن أحمد عبد العزيز ما اتقتلش برصاصة حارس بعيد عن العربية، لكن الرصاصة خرجت من داخل العربية نفسها. وبعض الروايات اتهمت صلاح سالم بالذات، وفي روايات أخرى ظهر اسم حمزة الورداني والسواق. وبعدها تم تقديم رواية مختلفة عن الحادث، لكن هنا لازم نفرمل شوية ولازم نواجه السؤال اللي يوجع أكتر، لو كانت مجرد غلطة ليه القصة فضلت مثيرة للشك كل السنين دي؟ كل ما قصة أحمد عبد العزيز تتفتح اسم جمال عبد الناصر بيظهر. ليه؟ لأن عبد الناصر كان موجود في نفس مسرح العمليات، وكان من ضباط الكتيبة السادسة، وبعدها أصبح واحد من أشهر الضباط المحاصرين في الفالوجة. وبعض الروايات السياسية اللاحقة اتهمته بأنه كان يعرف أو شارك في التخلص من أحمد عبد العزيز، لكن هنا لازم نقول الحقيقة بمنتهى الوضوح، جمال عبد الناصر لم يكن موجودا داخل العربية وقت مقتل أحمد عبد العزيز، وبالتالي أي كلام عن أنه هو شخصيا أطلق الرصاصة غير صحيح. لكن ده ما يجاوبش على السؤال الأكبر، هل كان ليه دور في تدبير الحادث؟ هنا ما عندناش وثيقة حاسمة تثبت ده، ودي نقطة لازم تفضل ثابتة طول الفيديو. طيب ايه اللي نعرفه فعلا؟ خلينا نفصلها. المؤكد ان احمد عبد العزيز قتل سنة 1948، قتل برصاصة مصرية، وكان معاه صلاح سالم في رحلته الأخيرة حسب الروايات اللي تناولت الواقعة. والرواية الأشهر بتقول إن إطلاق النار حصل بسبب الاشتباه في السيارة. دي حقائق أو رواية تاريخية رئيسية وليها مصادر. أما إنه اتقتل بأمر من الضباط الأحرار، وإن صلاح سالم أطلق عليه النار عمدا، وإن جمال عبد الناصر دبر العملية، فدي اتهامات لم تثبت روايتها. لكن لسه في فصل تاني في القصة. بعد مقتل أحمد عبد العزيز بشهور قليلة كانت الحرب في فلسطين داخلة على مرحلة أشد. في أكتوبر سنة 1948 القوات المصرية الموجودة في الفالوجة وعراق المنشية اتعرضت لهجوم إسرائيلي كبير، والنتيجة حصار الفالوجة، ومن ضمن الضباط الموجودين هناك جمال عبد الناصر. ودي نقطة مهمة جدا، لأن في رواية منتشرة بتقول إن عبد الناصر ادعى الإصابة وهرب وترك كتيبته، لكن لما نرجع للروايات والمصادر المتاحة نلاقي إن الموضوع أعقد من كده. عبد الناصر بالفعل اتصاب في حرب فلسطين، وبعدها كان ضمن القوة المحاصرة في الفالوجة، والحصار استمر شهور. يعني قصة هرب وترك الكتيبة مش حقيقة تاريخية محسومة، بل اتهام سياسي له روايات متعارضة. ولكن لو كان الراجل محاصر فعلا ازاي خرج؟ وده سؤال يستحق الإجابة. القوى المصرية لم تكسر الحصار بمعركة هروب جماعي، الحصار انتهى في إطار اتفاق الهدنة والترتيبات التي تمت بين الأطراف، وانسحبت القوات المصرية من الفالوجة في فبراير 1949. يعني عبد الناصر ما خرجش في ليلة سرية وترك رجاله وراه، خرج مع القوات بعد انتهاء الحصار، ودي نقطة تاريخية مهمة جدا. لكن الغريب ان أسطورة الفالوجة نفسها هتفضل بعد كده جزء من الصراع السياسي في مصر، وكل طرف هيحكيها بطريقته. نرجع لأحمد عبد العزيز، لأن السؤال الأصلي لسه موجود، مين قتل أحمد عبد العزيز؟ لو أخدنا الرواية الرسمية فالجواب رصاصة مصرية خرجت نتيجة خطأ في التعرف على السيارة أثناء ظروف الحرب. ولو أخدنا الرواية البديلة فالجواب كانت عملية اغتيال متعمدة وتمت تغطيتها بقصة الحارس وكلمة السر. ولو سألنا ايه اللي نقدر نثبته هنلاقي ان المؤكد هو النتيجة، لكن مش كل تفاصيل اللحظة نفسها. أحمد عبد العزيز مات والرصاصة كانت مصرية، لكن نية القاتل هي دي الحلقة المفقودة. تخيل المشهد، قائد داخل أرض فلسطين، العدو قدامه، المعركة مستمرة، الناس اللي حواليه عارفين انه واحد من أهم القادة، ومع ذلك آخر رصاصة هتوصله مش جاية من الناحية التانية، جاية من ناحية زملائه. سواء كانت غلطة أو مؤامرة فالمأساة واحدة.
أحمد عبد العزيز لم يمت في مواجهة مباشرة مع العدو، مات في ظروف ظلت محل جدل لعشرات السنين. هنا لازم نقول إن دي واحدة من أكثر النقاط اللي فيها روايات متضاربة. بعض الكتاب ربطوا بين شخصية أحمد عبد العزيز القوية وبين صراعات داخل المؤسسة العسكرية، وبعضهم اعتبر إن الرجل كان ممكن يبقى ليه دور سياسي وعسكري أكبر لو عاش، لكن ده كله يدخل في باب التحليل والتفسير. ما عندناش وثيقة بتقول اقتلوه عشان هو خطر، ومفيش أمر مكتوب يحمل توقيع جمال عبد الناصر أو صلاح سالم، وبالتالي ما ينفعش نقدم الكلام ده للمشاهد على إنه حقيقة، لكن نقدر نقدم السؤال ونخلي المشاهد هو اللي يحكم، لأن أحيانا السؤال التاريخي أقوى من الإجابة الجاهزة. أحمد عبد العزيز مات، لكن قصته ما ماتتش، اتدفن في فلسطين بين الأرض اللي حارب عليها والأرض اللي كان بيحاول يدافع عنها. وبعد سنوات هتتغير مصر، وهتظهر ثورة يوليو، وهتصعد أسماء كانت موجودة في حرب فلسطين، ومن بينهم جمال عبد الناصر وصلاح سالم. وهنا كل ما الناس ترجع تبص لورا تظهر نفس الرصاصة القديمة، رصاصة أحمد عبد العزيز. هل كانت خطأ ولا كانت جريمة اتغطت؟ التاريخ الرسمي عنده رواية، وروايات المعارضة عندها رواية تانية، لكن حتى الآن مفيش دليل قاطع يسمح لنا نحول الاتهام إلى حقيقة. وده بالظبط اللي بيخلي قصة أحمد عبد العزيز واحدة من أكتر القصص غموضا في حرب فلسطين، لأننا مش قدام سؤال مين كان العدو، احنا قدام سؤال أصعب: هل ممكن الرصاصة اللي قتلت البطل تكون خرجت من المكان اللي كان فاكره أمان؟ وفي ليلة من أغسطس سنة 1948 كانت الإجابة المؤلمة: أيوة ممكن. أما هل كانت مجرد صدفة ولا كان في حد مستني اللحظة دي؟ فدي واحدة من الأسرار اللي لسه ما اتحسمتش بالكامل.